هذه الحرب. أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل مؤقت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة. وقد تشكلت خلية إدارة أزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، حيث تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود. كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني. اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعوب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قراراً حاسماً، وهو ذاته قرار مصر دولة وشعباً بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم، وذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية. إن المصريون عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابضين على أمننا القومي المقدس. نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة. والآن مع فيديو بعنوان دور مصر في دعم القضية الفلسطينية. الآن مع الفيديو الخاص بدعم القضية الفلسطينية. يا حبيبي يا نهار أبيض، كل ما شوية كده ليه؟ إسرائيل تعلم أن الاحتلال راسخ على قلب كل فرد من أبناء الأمة العربية. الاحتلال يمثل تمزق، الاحتلال شيء غير طبيعي كالكابوس بالنسبة لنا. هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربي. ولا أحرض أن لا الفلسطينيين ولا أي واحد من العرب في المنطقة سيوافق على السيادة على القدس والأرض المقدسة مهما كانت الظروف، ولا يمكن أحد يتنازل عنها إطلاقا. لذلك يجب أن تضع إسرائيل هذا في نصب عينها إذا كانت فعلا تريد السلام. تظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني وبمساندة قضيته العادلة، تعبيرا عن مواقف أصيلة وأخوة حقيقية تأكد بهما مصر أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب الأساسية. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، دور مصر بتعمل قضية والملف الفلسطيني في التاريخ العربي. نترككم الآن مع كلمة الأستاذ حازم نصر، مدير تحرير الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية وعضو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم،
ما أظن أن أحدا يدخل هذه القاعة إلا ويطمئن على مستقبل هذا الوطن. النهارده درجة حرارة تجاوزت 41. الناس عندها الوقت وقت حرج جدا، وقت الراحة. الوجوه جاية كلها مستبشرة. تصورت إن كل واحد في حضراتكم رسم على قلب وجه الوطن. فبالفعل هو حزب يستحق الاحترام، حزب حماة الوطن. بداية خالص الشكر والتقدير للمنصة الكريمة وللدعوة الكريمة من أخويا الأستاذ أحمد بيه الهواري. وكانت سعادتي غامرة رغم إن هو مكلمني امبارح، بس إن سعادتي كانت غامرة إن معرفتي بسيادة اللواء أيمن عبد المحسن موجود، لأن هو اللي يمكن حتى أنا ما اتكلمتش معاه حتى دلوقتي، وحضراتكم كتير يمكن ما تعرفوش إن هذا الرجل يحمل بين جنبيه جزء هام جدا من تاريخ هذا الوطن، ولا يمكن أن يعلن عنه. التاريخ سيعلن عنه بعد فترات طويلة. بمثل هؤلاء الرجال وبمثل هؤلاء الأبطال الذين يعملون في صمت تنطلق مصر، وتظل مصر دائما هي في قلب أمتها العربية، وهي قائدة ورائدة لأمتها العربية، مهما حاول المعارضين أو المشككين إن هم مهما كانت الترهات بتاعتهم. أنا الحقيقة مش هطول على حضراتكم، أنا عملت برزنتيشن صغير قوي قوي قوي. أنا مش عارف تعرف تغير معايا من عندك ولا آخد الباوربوينت؟ ممكن؟ هو طبعا فلسطين في قلب مصر. النكست هو صعب على فكرة، ممكن أنا أغير. حضراتكم عارفين ويمكن اللي موجودين في الصف الأول من وجه خاص سيادة اللواء أيمن، كان في زمان مقولة شعبية بتقول لا نصر بدون مصر. المقولة دي ما جاتش من فراغ. ليه؟ لأنه لو استرجعنا التاريخ في مصر نلاقي إن المقولة الشعبية دي العرب اللي كانوا قرروها مش المصريين. كان أي شخص قطع قدمه أي مكان على وجه البسيطة سواء في الدول العربية والأفريقية يقول لا يمكن أن ننتصر بدون مصر. وهي حضراتكم دلوقتي تعرفوا ليه الكلام ده. فتاريخ مصر مع القضية الفلسطينية مش محتاج كلام كتير، عشان كده أنا هختصر جدا فيه. وعلى فكرة مش متوقف ولا بينحصر في الدعم السياسي ولا العسكري ولا الشعبي فقط. ويمكن الأحداث بتاعت غزة مؤخرا زي ما هنشوف لاحقا أثبتت مصر عملت إيه وبتعمل إيه. باختصار شديد مصر قدمت أكثر من 100,000 شهيد و200,000 جريح، ولا زال بين ظهرانينا حتى هذه اللحظة من يحملون شرف هذه الجراح اللي بترت قدمه واللي فقد عينه إلى آخره، ولا زالوا بيعيشوا بيننا النهارده. وكل ده كان في الأساس عشان القضية الفلسطينية. طبعا حضراتكم عارفين الحروب اللي مصر خدتها كلها بعد كده عشان القضية الفلسطينية. أنا هعجل بس، كتير ما يعرفوش إن الملك فاروق إن أول اجتماع سيادة اللواء أكيد حضرتك طبعا الحاجات اللي أنت رصدها. أول اجتماع مصر استضافته كان في سنة 48 اللي هو عام النكبة زي ما حضراتكم عارفين. طبعا اتعمل في أنشاص. الملك فاروق أعلن أن نزولا على رغبة أو الرغبة العارمة لأبناء مصر تشارك في حرب 48، وبالفعل مصر شاركت في حرب 48. وأنا قريب قوي كنت بكلم اللي هو حسن حافظ، والده كان مشارك في 48، وأنا قابلت هذا الرجل العظيم، قابلته وهو عنده 94 سنة. والراجل ده هرب من القدس وكان في جيبه مفتاح السجن اللي كانت حبس هناك وقدر يجيب
السجن بتاعه وهرب بيه وجه مصر، وفي يوم من الايام قابل احد الوزراء الاسرائيليين وتباهى امام العالم كله وقال له انا هربت من عندكم السجن وعملنا كذا بعد 73 واحنا خدنا حقنا. لا مفاوضة مع إسرائيل، لا صلح مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا صفقات على حساب الأرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني. اللقاءات الثلاثة للرئيس عبد الناصر. إنما أنا فوجئت أول امبارح، هو طبعا أحمد بيه لسه اتكلمني امبارح، إنما أنا أول امبارح بنقب في بعض الحاجات، بكتب يوميات الأخبار، ففوجئت بآخر وأهم حوار للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. لقيت الرئيس عبد الناصر ده كان مع التلفزيون البلجيكي. طبعا ده كان اللقاءات الثلاثة خلاص حضراتكم عرفتوها وشفتوها وانتم حافظينها. All what we wanted, the rights of the peoples of Palestine, who were expelled completely out of their land, deprived of their properties. These were 1 million. الرئيس عبد الناصر قال ايه في هذا الحوار؟ ما قالش حتى مصر، طبعا ده كان قبل وفاته بفتره ومصر كانت بتتاهل، وطبعا كان وقتها حرب الاستنزاف وفي كتير معانا في الصف الاول، يمكن سياده اللواء اسامه وسياده اللواء محمد كان اكيد كنتوا شاركتوا في حرب الاستنزاف. لا انت مش جبت 50 سنه يا محمد بيه، لسه ما جبتش 50 سنه؟ طيب الرئيس عبد الناصر وكلنا مكتومين في مصر بعد نكسة 67، الرئيس عبد الناصر بيرد على يقول لهم ايه؟ يقول لهم كل ما اردناه هو حقوق شعب فلسطين الذين طردوا من اراضيهم وحرموا ممتلكاتهم. قال لهم لو تفتكروا حتى بيكلم العالم كله من خلال التلفزيون البلجيكي، وعلى فكره الحوار ده لو حضراتكم دورتوا عليه وشفتوه حوار كان في منتهى الاهميه، يدل ان مصر بالفعل ان القضيه الفلسطينيه هي بالفعل ساكنه في قلوبنا، مش مجرد كلام ولا مجرد شعارات زي ما يتصور البعض وزي ما كما يزعم البعض ويردد الطروحات ومعتقد ان هو يقدر يضحك على شبابنا او على بعض الناس البسطاء، انما اكيد الحقائق الدامغه بتدحض كل هذا. الرئيس السادات بل ان يتنازل عن شبر واحد منه او ان يقبل مبدا الجدل والمساومه عليه. هناك ارض عربيه احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربي. ودعوني أقول لكم بلا أدنى تردد أنني لم أجد إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تبنوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجد ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد. هذا الخطاب يعد الأعظم في التاريخ الحديث